2024 خلصت. ما خستش، ما سافرتش، ما اتعلمتش انجلش، ما قريتش كتاب. يلا بقى في 2025. اشمعنى كده انا احب ابدا على نظافه؟ لا، لو على نظافه بقى يبقى ابدا صح. النهارده انا عايزاك تنسى كل المرات اللي حاولت تخطط فيها للسنه الجديده وتمشي معايا خطوه بخطوه عشان بعد سنه من دلوقتي تلاقي فعلا نتيجه. اول حاجه عايزاك تكتب معايا رؤيتك ل 2025، يعني بعد 12 شهر عايز تكون انسان عامل ازاي؟ جسمه، دينه، علاقاته مع الناس ومع نفسه، ثقافته، درجاته. يعني مثلا عايز احفظ القران كله، عايز اسافر، عايز اجيب مجموع في ثانويه عامه، عايز ابقى فيديو اديتور، عايز اخس. هتقولي طب ما دي الاهداف اللي بكتبها كل سنه. هقول لك ده اكبر غلط، دي مجرد رؤيه، لان الهدف بيبقى مكون من 5 حاجات اساسيه. واحد سبيسيفيك، هدف واضح ومحدد، هوصل لمستوى بي 2 في الانجليش. 2 ماجبل، تقدر تقيسه، هتعلم من الكورس الفلاني وكل يوم هصور نفسي وانا بتكلم عشان اشوف انا اتطورت ولا لا. 3 اتشيفبل، حاجه فعلا تقدر تحققها بناء على امكانياتك والوقت المتاح، مش حاجه مستحيله. هخصص نص ساعة بس في اليوم عشان أقدر أتعلم جنب دراستي. 4 ريزالت بيست، هدف تقدر تشوف نتيجته قدامك وتقيس تأثيره. بنهاية الكورس عايز أقدر أكتب أسي كامل ما فيهوش غلطات أو أتكلم لمدة 10 دقايق من غير ما أتلخبط. و5 تايم باوند، مرتبط بوقت معين وليه ديدلاين، وهوصل للهدف ده خلال 3 شهور من دلوقتي. ولو هدفك اتجمعت فيه ال5 شروط دي أصبح سمارت جول، هدف ذكي وواقعي. كل اللي عليك انك تعمله دلوقتي هو انك تحول رؤيتك لاهداف صغيره وواضحه، وتكتب لي 3 اهداف بس تحت في الكومنتس، وتستنى بارت 2.